وهذا مما أدى إلى المساومة حتى على أرض الأنبار، لأن الأنبار نعم. حينما بدأت شرارة الفتنة وشرارة داعش فيها، هي منذ اللحظة الأولى هي كانت مؤامرة من أشخاص معدودين راح ضحيتها. يعني مؤامرة من أهل المدينة تقصد شيخ غير؟ نعم، من أهل المدينة أنفسهم. نعم. يعني اليوم بعد المواطن يريد يسمع كافي، فضحوهم هذول الناس تآمروا على المدينة، كافي الناس اليوم ببزبز. وأنت البارحة كنت في زيارة وشفت حال الأطفال والنساء، هذا اليوم شلون حال مزري يعني، وحال صعب جدا يعني، وحال إنساني يصعب على ما أعرف شو أحكي يعني. أنت شفت حالتهم وشنو موجود من معاناة. نعم، أنا البارحة كنت منذ الصبح إلى المغرب في المخيمات وتجولت هناك، وكانت درجة الحرارة أعلى من 50 درجة مئوية، ولا يستطيع هذه الخيم أجلكم الله لا تستطيع لإيواء الحيوانات، لا تنفع لإيواء الحيوانات. نعم. افضحوهم هذول. نعم. اللي اساءوا لهذه المحافظه، اللي ضيعوها، اللي ضيعوا ناسها، اللي ضيعوا اهلها، اللي ضيعوا سلاحها، اللي ضيعوا كل شيء بيها، يعني لازم تفضحوهم اليوم. اذا ما عندك جرأة، خليني التفت الى حميد الهايس. شيخ حميد يلا تفضل احكي لي منو هذه الناس الناس بس يعني لا ناس انت متقصدهم، يعني الناس الحقيقيين تحدث لي عنهم. اللي تآمروا على الانبار؟ نعم اليوم الناس اكبر متآمر ومذبذب رافع العيساوي. هذا لأن عندك عداوة وياه. والله ما عندي عداوة، والله ما عندي. عندك عداوة وياه، احكينا الحقائق اليوم. ثقي بالله ما عندي شيء يعني شخصي ويا كائن من يعني لا تخليها شغلة شخصية. رافع، أحمد علواني، علي الحاتم، زيدان، مشعول الصفحة، عبد الملك السعدي، هذا أبو عمامة الشايب الرجلين ملولة حبل القبر، المعممين اللي وقفوا على المنصات اللي مع الأسف على هذه يعني أنت مسؤول عن هذا. أنا مسؤول عنها بحالهم، أنا حكي غير الصحيح. نعم هذا الحكي صحيح، يعني مسؤول عنها. وهم يعني أيضا عتب على مجلس المحافظة والمحافظ من يروحون العمان يزوروا لي عبد الملك، يزوروا لي حارث الضاري الصفحته اينما نام اينما رقدها مع الواهس ويا عبد الملك. هم ذولا اساس البليه، هم ذولا سووا سنه مظلومه، سنه كذا، سنه. ها بالمناسبه قسم من اعضاء الحكومه السابقه، مو الاخوان الجدد اللي فازوا، الحكومه المحليه السابقه، لان انطت فسحه لهؤلاء المعممين ان ياخذون مساحه اكبر من حجمهم. لازم خلي يرد يعني حكيت كلام قاسي جدا. أنا بالنسبة لي ما أقدر أرد، لكن هو يرد، لأن إحنا كانت رشيد قناة محايدة. تريدون ما نجاملهم شنو؟ لا ما نجاملهم. شنو؟ أنت تحدثت عن أسماء على المنصات. المعممين كلهم مو خوش وادم، وقفوا على المنصات كلهم مو خوش وادم. تفضل